من هذه اللقطة بالتحديد لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعقاب سيطرة قواته المتحالفة مع ميليشيات متشددة على ود مدني بولاية الجزيرة مطلع العام الحالي، انطلق تحقيق منظمات ووسائل إعلام غربية تكفلت شبكة CNN بنشره، وعدته مؤسسة لايت هاوس ريبورتس للصحافة الاستقصائية المستقلة ليظهر ما وصفه بنمط مروع من الانتهاكات ارتكبها الجيش السوداني وحلفائه، شمل قتلا جماعيا للمدنيين على أساس عرقي وألقاء جثثهم في القنوات المائية ومقابر جماعية. الجماعة الأكثر تعرضا للانتهاكات كانت الكنابي، وهي مجموعات سكانية تعمل بالزراعة تنتمي لإثنيات غير عربية. الأدلة التي وصل عددها إلى الآلاف وانطوت على مقاطع مصورة وصور أقمار اصطناعية وشهادات أكدت أن الضحايا بينهم نساء وأطفال. الخبراء الأمميون وصفوا ما اقترفه الجيش السوداني وحلفائه بأنه قد يرقى إلى جرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب. فريق البحث استطاع توثيق نحو 60 هجوما على القرى الزراعية التي يسكنها الكنابي، كما جرى الإبلاغ عن نحو 90 هجوما أخرى. أما أخطر ما وثقه التحقيق هو أن أوامر القمع والتنكيل بمدنيي ود مدني صدرت من مستويات قيادية عليا في الجيش، المتهمة بالتواطؤ مع شخصيات نافذة فيما يعرف بالحركة الإسلامية، وهو ما يعطي الانتهاكات طابعا رسميا ويجعل العدالة التي يستحقها الضحايا في النزاع السوداني بعيدة المنال.